يا ترى الأربع كلمات دول نطقهم واحد ولا في اختلاف بينهم؟ أنا دينا أسامة وده برنامج انجلش دوبس. في ناس بتتعامل مع الكلمات دي على إنه نطقهم واحد، ولكن ده مش حقيقي، وفي ناس عارفة إنهم مختلفين ولكن بتتلخبط بينهم. فاحنا هنا النهارده علشان نعرفك إيه الفرق بينهم وإزاي ما تتلخبطش فيهم. أول كلمة معانا وهي دي، ودي صفة ملكية للمفرد المؤنث زي ما نقول her car. آية drives her car. آية بتسوق عربيتها. her دي صفة ملكية تعود على آية، مش موضوعنا دلوقتي. خلينا نشوف موضوع نطقها ده. حرف الإي هنا بيعمل صوت short وده صوت متحرك قصير اسمه فبالتالي الكلمة هيكون اسمها hair. الكلمة اللي بعد كده وهي دي اللي هي بمعنى هنا، وحرف الاي هنا بيعمل صوت طويل. طب ليه هنا حرف الاي عمل صوت طويل مش قصير؟ عشان الماجيك ايه اللي في اخر الكلمة لما بتيجي في كلمة من مقطع واحد بتخلي الحرف المتحرك اللي في نص الكلمة يعمل صوت طويل. طب ايه هي الماجيك ايه؟ هي حرف الاي اللي بيجي في اخر الكلمة وما بيتنطقش، فلما بيجي في كلمة من مقطع واحد بيخلي الحرف المتحرك اللي في نص الكلمة يعمل صوت متحرك طويل. طب تعالى نشوف مثال علشان نفهم اكتر. الكلمتين دول هات هاي. كلمة هات هنا فيها شورت فاول او صوت متحرك قصير اللي هو فالكلمة اسمها هات. نفس الكلمة بالظبط لما ضفنا لها ايه في اخر الكلمة اتغير نطقها تماما. الماجيك ايه لما جت في اخر الكلمة خلت الحرف المتحرك اللي في نص الكلمة اللي هو حرف الاي يعمل صوت متحرك طويل، والصوت ده اسمه اي، فالكلمة بقى اسمها هاي. ففي الكلمة دي الماجيك اي لما جت في اخر الكلمة خلت الحرف المتحرك اللي في نص الكلمة اللي هو الاي يعمل صوت طويل، الصوت ده اسمه ايا، فبالتالي الكلمة اسمها هير. نيجي بقى للكلمة دي واللي هي بمعنى شعر. بالنسبة لنطقها الحرفين المتحركين الاي والاي في الكلمة هنا عملوا صوت اسمه ايا، فبالتالي الكلمة اسمها هاير، ولكن دي اسمها هير. الكلمة اللي بعد كده وهي دي الحرفين المتحركين الاي والاي عملوا صوت ايا. لو ركزنا كده هنلاقيه هو نفس الصوت اللي في كلمة هير، فبالتالي الكلمتين نفس النطق هير. اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان الكل يستفاد، واعملوا سبسكرايب في القناة عشان تتابعوا معانا في كل الحلقات الجاية، ولو عندكم اي سؤال سيبوه في الكومنتس. كانت معكم دينا أسامة من انجلش دوبس.